وأما من تركها تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، والراجح أنه يعتبر كافرا. ما هو الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهو في السنن. وهكذا قول شقيق أحد التابعين: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا قول أكثر السلف وعامة المحدثين، أن ترك الصلاة يعتبر كفرا مخرجا من الملة